السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عبر قناة ملوك ساد. النهارده هنتكلم مع بعض عن قناة ليبيا دراما الجديد على قمر نايل ساد. طبعا قناة ليبيا دراما من القنوات المهمة اللي بيسأل عليها الناس. طبعا النهارده هنتكلم عن تردد قناة ليبيا دراما. طبعا القناة ديت قناة بتعمل بحزمة عامة على قمر نايل ساد، ولكن في الفترة الأخيرة بنجد في السنوات الأخيرة إن معظم القنوات ومعظم الترددات في ترددات لابد من وجود ريسيفر اتش دي. طبعا الريسيفر اتش دي يعني انت لو عندك ريسيفر عادي في قنوات هتفقدها ياما، من ضمنهم الترددات اللي هي الترددات الاتش دي. طبعا النهارده هنتكلم عن تردد قناة ليبيا دراما. تردد القناة على قمر نايل سات وهو 11564 أفقي 27500. ده تردد قناة ليبيا دراما على قمر نايل سات، والقناة تعمل حزمة عامة ولكن لازم جهاز اتش دي. تردد تاني يا جماعة 11564 27500. الاستقطاب هيكون اتش اللي هي افقي، وده تردد قناة ليبيا دراما على قمر نايل ساد حزمة عامة. يلا بينا نبدأ نعمل عملية بحث علشان نقدر نشوف قناة ليبيا دراما. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نعمل بحث. هنبدأ ندوس على زر منيو، بعد كده هنخش على التركيب وهنبدأ ندخل على قائمة الترددات وهنبدأ نضيف تردد. من الزرار الأحمر هنضغط على زر الإضافة، هنبدأ ندوس التردد 11564. بعد كده هنكتب 27500، وبعد كده هننزل نخلي ديت أفقي. وزي ما انتم شايفين كده هيبدأ يقول المرسل موجود بالفعل، يعني التردد موجود وفيه إشارة. تبدأ تدوس عليه علامة صح، هيعمل علامة صح كده جنب التردد، وتبدأ تدوس على الزرار الأزرق اللي هو البحث. تبدأ تغير نوع القناة، قنوات مجانية، وتبدأ تدوس اوكي. وزي ما انتم شايفين كده القنوات هتبدأ تنزل معانا. بعد ما خلصنا عملية البحث كده زي ما انتم شايفين ديت هتدور على القناة في قائمة القنوات ديت، هتلاقي القناة موجودة تحت اسم ليبيا دراما. في النهاية يا ريت الناس متنساش تعمل لايك واشتراك في قناة ملوك ساد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.